السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب ام جان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الرسالة يا حبايبي، رسالة الحبيب هي طاقة مفتوحة تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم باذن رب العالمين. صلوا على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هنشوف يا حبايبي بإذن رب العالمين طاقة الحبيب في التوقيت اللي انت فتحت عليه الفيديو. هنشوف طاقته ونشوف ايه اللي في حياته، بيفكر فيك ازاي، هو عايز ايه، العلاقة دي رايحة لفين بإذن الله. تعالوا نشوف في الفترة الحالية أو في التوقيت اللي انت فتحت عليه. الشخص ده حبايبي كأنه بيراجع نفسه عاطفيا. يعني الشخص ده طاقته العاطفية في الفترة الحالية هو متلهف عليك، عايز يرجع لك، عايز يجي، عايز يبتدي بداية جديدة، عايز يقولك وحشتني. يعني أنا شايفة النهاردة الجانب العاطفي، بمعنى إنه النهاردة مش عمال يفكر أو عمال يخطط أو أنا هعمل أو هخلي أروح له إزاي أجيبه إزاي، لأ، النهاردة هو بيفكر بقلبه مش بعقله. بمعنى حبايبي، هو كإنسان الشخص ده بيعمل إيه؟ هو أحيانا تلاقي طاقته بيفكر بالعقل أكتر، فتلاقيه مشغل عقله معاك فيقولك لأ أنا لو رجعت هيبقى منظري وحش وي 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 والكلام ده كله. لكن النهارده الجانب العاطفي غالب عليه قوي، وكأنه بيقولك حاجة. يعني الرسالة بعتها لك بيقولك وحشتني قوي، وحشتني لدرجة الجنون. هو بيقولك كده، بيقولك أنا براقبك من بعيد وبحاول إني أعرف عنك تفاصيل حياتك، تفاصيل يومك، وبتلاحظ كده إن أنا ببعت لك بعض إشارة. هو بيقولك ده، بيقولك أنا ببعت لك بعض إشارة أرجوك افهمها. وملاحظة كمان يا حبايبي للبعض مش للكل، إن الشخص ده مشتاق لكم جسديا جدا، زي ما يكون وحشتوه، وحشتوه قوي بطريقة مش طبيعية. وانتوا عملتوا حاجة، عملتوا شيء لفت انتباهه قوي اليومين دول. بمعنى شاف عليكم تغيير جديد، شاف عليكم حاجة جديدة، بس برضو ما يمنعش ان هو بينظر لكم نظرة اللؤم شوية في العلاقة. يعني بيبص لكم كده، هو عاجبه فيكم حاجة، ممكن تكون في شكلك، ممكن تكون في طبعك، بس هو حاسس ان في تغيير حصل عندك. يعني هو ابتدى يقول حاجة، ابتدى يقول ده اتغير، ما كانش كده، ما كانش كده معايا، هو في ايه؟ شوفوا كده الحركة دي، شايفين كده اللي هو في ايه؟ ما كانش كده. والشخص ده بطبيعته حبايبي عملي جدا، اكتر من انه يديكم كلام حب، فهو انسان عملي، طاقته طاقة شخص عملي. ممكن يعرف وممكن يكون بيعرف حد في الفترة الحالية غيرك، زي ما قلت لكم حبايبي ان ممكن الشخص ده يكون بيعرف حد تاني غيرك. بس عارفين هو بيتعامل ازاي؟ سواء معاك او مع الطرف التالت ده، بيتعامل بانه بيكبر عقله قوي معاكم انتوا الاتنين، بياخد الحاجة اللي هو عايزها من الشخص ده، منك سواء منك او منه، وبعد كده بيحدد هو عايز ايه، عايزك ولا عايزه، او بيحب قوي الحاجة اللي هو عايزها. يعني هو لما بيشوف علاقة وبيبقى عايز يدخل فيها، بيدخل فيها عشان هدف معين، بتبقى عاجباه حاجة او كذا حاجة ممكن، بس في حاجة بتبقى عاجباه. يعني الشخص ده ما بيعرفش يفكر بقلبه قوي. فالنهاردة لما يديك مشاعر ويبعت لك مشاعر حب النهاردة او في التوقيت اللي انت فتحت عليه الفيديو ده، معناه ان انت مهم عنده. هو بيقول لك انا عايز اعتذر لك، انا عايز اجي اقدم لك حاجة. يعني دي طاقته، طاقة شخص عايز يبدأ معاك بداية جديدة. اللي لفت انتباهه ليك ان هو شافك فعلا كنت بتحبه، وحطك في مقارنة ما بينك وما بين الطرف الثالث. ولما حطك في المقارنة دي، شافك انت فعلا حبيته من قلبك او حبيتيه من قلبك. الشخص ده هو مش عارف دلوقتي يتنازل عنك
ولا عن الطرف الثالث للبعض منكم، لان دي قراءة عامة مش للكل. يعني في منكم هيبقى في طرف ثالث، وفي منكم مش هيكون في طرف ثالث. طيب تعرفوا ازاي بقى؟ دي شيء انتوا هتحسوه، هتلمسوه باحساسكم انتوا، بطاقتكم. وهل في العلاقة اللي انتوا كنتوا فيها انتوا مجزمين ان كان في طرف ثالث؟ لو كنتوا مجزمين ان في طرف ثالث، يبقى الطرف الثالث ده فعلا هو لسه موجود في طاقتكم، وتبقوا انتوا اللي تقدروا تحكموا شيء زي ده. تاخدوا الرسالة اللي تخصكم، تاخد ما ينطبق عليك وتترك ما لا ينطبق عليك. الشخص ده في طاقته هو عايز يعتذر لك، وهو عارف ان انت متضايق، وعارف ان انت زعلان، وعارف انك انت متأثر قوي، بس في حاجة يعني انا قلقانة منها. هو عايز يرجع اكتر عشان حاجة واحدة بس، عشان الجانب الجسدي. خلي بالكم، للبعض مش للكل. الشخص ده عايز حاجة معينة، حتى لو في ناس هتقولك لا انا عمري ما حصل ما بيني وما بينه حاجة او ما فيش حاجة، بس هو حاطط في دماغه الهدف ده، عايز يوصل له بأي طريقة. هو زي ما قلت لكم شخص عملي، والشخص العملي ده هو بيفكر برضو في الغريزة. يعني هو بيفكر بشكل مادي، يعني قلبه ما بيتحركش قوي. فعشان قلبه يتحرك النهاردة ويشتاق لك، ده يعني إنجاز إن هو يعمل كده. فالشخص ده بيقول لك أنا متمسك بيك قوي، متمسك بيك جدا، لا أنا مش قادر إني أتخلى عنك. هو عمال يكلم نفسه النهاردة، عمال يقول لنفسه هو في إيه، في إيه، هو أنا ليه مش قادرة أبعد عنه، ليه مش قادرة أتخلى عنه، لدرجة إن هو نفسه مذهول. يعني هو عمال يفكر كده النهاردة، يقول هو في إيه، ليه بيجي على بالي كتير، ليه بيحصل لي كده. وابتدى إن هو يقتنع فعلا إن هو مش قادر يتخلى عنك. وهو حاليا زي ما يكون يا حبايبي في دوامة مع نفسه، عمال يقول لنفسه طب وبعدين، طب العلاقة دي تروح على فين، العلاقة دي رايحة على فين كده. هو نفسه مش عارف، وحاسس بقى ان زي ما يكون انت اللي كسبت او انت اللي هزمته. هو حاسس بكده، لانه كونك انك انت او انت تحركوا مشاعره او تحركوا قلبه. لما شخص زي ده، انا عايزه افهمكم نقطه، لما شخص زي ده حبايبي يجي يقول لك وهو في العلاقه انا بحبك وانا اولا بحبك ايا كان رجل او امراه، ويقول لكم كلام حب بس وانتوا مع بعض حاجه، وانكم تحركوا مشاعره وهو اصلا بعيد عنكم او رافضكم او هو اللي سايبكم، ده شيء تاني. انه يرجع تاني يبص وراه ويدور عليكم، ده ما عملوش قبل كده. حتى هو يعني كان بيقول لك قبل كده ان هو عمره ما تمسك بحد، بس كان عنده حب في حياته وحب كبير قوي وعمره ما نساه. فاهميني يا حبايبي؟ عمره ما نساه. الشخص ده شخصيته قوية جدا، وعنيد جدا، وغيور جدا جدا، وما يقدرش انه يتنازل عن قرار خده عشان حتى شكله العام قدام اي حد وقدامك تحديدا. هو قدام نفسه بيحس انه اتهزم، والشخص ده ما بيحبش ابدا الهزيمة. بيقولك انت طلعت حاجة كبيرة قوي في حياتي، انت زي ما يكون زهرة او وردة ريحتها حلو كده، هي اللي مخلية للحياة رائحة وطعم ولون. انا اكتشفت الحاجات دي بعد ما بعدت عنك. في منكم هنا في العلاقة ان الشخص ده متزوج او مرتبط او في علاقة حاليا، في منكم. وفي منكم ان الشخص، فهو زي ما يكون يا حبايبي عنده صدمة. صدمة ازاي هو مش ضيعت من ايده، لا ازاي انا اوصل لوضع ان انا مش قادر اعيش ولا اتعايش من غيره، انا فعلا مشتاق له، انا فعلا محتاج له. هو عمال يقول لنفسه كده انا محتاج له قوي. اعمل ايه، اعمل ايه ما بين ظروفي اللي انا فيها وما بين الوضع اللي انا فيه وما بين حبي ليه. فهو عمال يقول انا لازم اوضع حد للموضوع ده، لازم يعني يبقى في قرار اتخذه ان فعلا يكون الشخص ده في حياتي. بس انا هدخله في حياتي ازاي وانا حاليا مش مؤهل لده؟ انا لا مؤهل له نفسيا، ولا مؤهل له ماديا، ولا مؤهل له اجتماعيا. انا مش عارف اتصرف اعمل ايه. في نفس الوقت هو كل ما بيشوفكم زعلانين، كل ما بيشوفكم
يعني في حزن بسبب ان هو بعيد، بيتأثر قوي قوي وبيندم قوي وبيبقى نفسه انه يرجعكم، وبالعكس بيحبكم اكتر. الشخص ده تحس ان هو عنده ضمير، برغم ان هو بيتلاعب بس عنده حتة ضمير، او النهاردة ضميره صحى. هي الطاقة بتتغير ما بين كل لحظة والتانية. بس هو ندم قوي. ليه؟ لانه شافك زعلان قوي. انتوا في حد هنا بعتله، في حد بعتله حاجة او وصل له حاجة، ايا كان بقى، رسالة، اتصلت بيه، بعتله، او عملت نزلت بوست او اغنية حزينة، بس هو شايفك زعلان، شايفك متأثر. ولما بيشوفكم كده او لما شافكم كده، الشخص ده ما قدرش انه يحوش نفسه، ما قدرش، احساسه او مشاعره او قلبه ما قدرش، حس انه ظلمك قوي، حس انه جرحك قوي. وبعدين قال لنفسه انا اديته ظهري ومشيت قسيت عليه. ايوه انا قسيت عليه. عارفين، انتوا حسستوه ما بينه وما بين نفسه ان هو قد كده صغير. ندم قوي، ندم، ندم واتضايق، وحس ان هو هاجمك كتير قوي، وانت صبرت وتحملت. حس انه انسان يعني شهواني، ان هو كان عايزك عشان علاقة وخلاص ايا كانت. في منكم هنا اللي معرفش يوصل له جسديا، اما هو بعد وزهق، قال لك فكك منه، انا مش عايزه. لا لا، بعد ما مشى حس ان هو مشتاق لك، مشتاق لك عاطفيا ومشتاق لك جسديا، الاتنين مش واحده. فهو حاليا بيفكر انه يرجع لك، عمال يقول لنفسه انا ما اقدرش اعيش من غيره، الشخص ده ولا هيسعدني، انا حسيت بمتعه رهيبه وانا بتعامل معاه، حبيته قوي، حبيته فوق ما حد يتخيل. بيقول كده عليك، بيقول ده انا كنت بقول له الحاجه ما عمره ما رفض لي طلب، عمره ما قال لي لا. فهو حاسس انك انت بالنسبه له حاجه كبيره، بس هو خايف يقرب منك لان هو وضعه الحالي حطك في مقارنه ما بينك وما بين العلاقات السابقه او العلاقات اللي فاتت، وقال لنفسه الشخص ده مختلف تماما عنهم، لا 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 لا، ده ملوش علاقه بيهم، انا ليه عملت كده. وشاف ان الاشخاص التانية اللي كان بيعرفها دي كانوا بيعوزوا منه حاجة، وحس ان هم كانوا بيعرفوه عشان اي سبب، حتى لو حد كان بيعرفه عشان بيحبه او حبه، بس كان شابك معاه. هو نفسه بيقول كان حب وحاجة تانية. يعني هو بيقول الشخص ده حبني، وهو لما اتمنى ان احنا نرتبط ببعض، اتمنى ده عشان بيحبني، مش عشان فكرة الجواز نفسها، او مش عشان ان هو يرتبط ويبقى مستقر، لا، الفكرة كلها انه عشان بيحبني فعايز يكمل معايا. فهو حاليا بيبص عليك من بعيد، بيقول لك وحشتني قوي، وحشتني لدرجة فوق ما تتخيلها، انا براقبك وخايف عليك، خايف عليك من اي حد، خايف عليك من نفسك، خايف عليك مني، مش قادر اتخيل ان انا ظلمتك او جرحتك، انا مش قادر اتخيل ده. صدقني انا بعدت عن اي حد وسبت الطرف الثالث عشان خاطرك، انا طردته من قلبي، طردته من حياتي، طردته. ومش هكدب عليك، انا الاول حطيته في مقارنه بيني وبينك، حطيته في مقارنه بينك وبينه، حطيتك في مقارنه دي، بس انت اللي كسبت وزعلت قوي وندمت قوي ان انا كنت بقارنك سواء بالشخص الاخير اللي انا بعرفه او باي علاقه فاتت. انا عارف ان انت بتحاول تشغل نفسك، وعارف ان انت بتحاول تضيع وقت عشان يمكن تنساني، بس صدقني حبك اجمل حاجه في حياتي، وعمري ما هنساك. على قدر حبك ليا بقول لك انا اسف، سامحني. على قدر اخلاصك ليا وانك انت
ما فكرتش تعاملني زي العلاقات السابقة اللي قبل كده؟ بقول لك وبعترف لك انك انت كمان اغلى حاجة في حياتي، اللي اديتهولي والاحتواء اللي انت حسستني بيه انا عمري ما هنساه. بجد انا ندمان قوي، ندمان على اني سبتك وبعدت عنك. يعني هو بيقعد كده مع نفسه يفكر. في منكم اللي بعت له رسالة وهو ما ردش عليه، على فكرة في منكم اللي بعت له رسالة وهو ما ردش اصلا او تجاهلها، بس هو عمل كده عشان هو شايف، هو عمل كده عشان هو شايف انه هيظلمك اكتر لو كمل معاك في الفترة الحالية، لكنه بيراجع نفسه ومتمسك بيك وعايزك، وابتدى الجانب العاطفي يشتغل عنده بطريقة رهيبة. شكرا لكم يا حبايبي، دي كانت طاقة الحبيب النهاردة. انتظروني بكرة بإذن الله وطاقة جديدة واسترسال جديد ورسالة الحبيب. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.